السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا في الأول بنبارك لمنتخبنا الفوز على اثيوبيا 2-0، والاتنين من ضربتين جزاء لصلاح ومرموش. في ناس بتقول لك ان الاداء كان مش اللي هو المطلوب، وفي ناس بتقول الاداء مش مشكلة، اهم حاجة ال3 نقط عشان ان شاء الله نوصل كاس العالم. احنا مع دول ودول، يعني ازاي؟ زي اللي مسك العصايه من ايه، من النص كده. احنا ماسكين العصايه من النص. هتيجي تقول انا عيني في اللي انا اخد ال3 نقط، اهم حاجه اوصل، وبعد كده ابص لمباراه سيراليون ان شاء الله ونفوز بيها، انا وصلت كاس عالم. وبعد كده ابدا بقى ايه، اعمل بقى الشغل الفني والشغل الجماعي والشغل التكتيكي والفني والحاجات دي كلها. في ناس تقول لك لا، ما ينفعش، ده مش اداء، ده مش شكل. هو ده شكل منتخبنا؟ هو ده عندنا يعني منتخب فيه افضل لعيبه يعتبر من الدوري، او مثلا الناس المحترفه زي مثلا نجمنا الكبير محمد صلاح، افضل لاعب في العالم يعتبر، يعني احنا شايفينه اللي هو افضل لاعب في العالم وبيتظلم في ليفربول. وعندك افضل لاعب في السيتي، يعني مفنش مع السيتي كويس جدا، مرموش. وعندنا برضو بادئ بدايه كويسه مصطفى محمد في نانت الفرنساوي. فطبعا انت بتقول عندي لعيبه كويسه، وعندي افضل لعيبه في الدوري، وعندي ناس محترفين كويسين زي دول، فليه الفنيات كانت غايبه؟ اقول لك ممكن في ضغط عصبي على اللعيبه والجهاز الفني، اللي هو عايز يحقق افضل نتيجه، الوصول ان شاء الله لكاس العالم. ده اهم حاجه عايزين دلوقتي اللي احنا نوصل. انا ممكن اعمل اداء ومعرفش اجيب نتيجه، يبقى انا خدت ايه؟ لا، في ناس بتفكر كده، في مديرين فنيين بيفكر اللي اهم حاجه عندي النتيجه. النتيجه ايه امبارح؟ اللي انا خدت 3 نقط. النتيجه ايه؟ اللي ان شاء الله باذن الله افوز على سيراليون، خلاص انا في كاس العالم. واحد يقول لك طيب ما منتخب المغرب وصل امبارح كاس العالم. منتخب المغرب خلاص وصل، انتهى، وقبل لسه فاضل له 3 مطوش ووصل. اقول لك منتخب المغرب او المغرب في طفره رياضيه قويه جدا 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 جدا، عاملين تجربه بصراحه ناجحه بكل المقاييس. مفيش مانع ان احنا نبص على التجربه بتاعتهم يا جماعه، مش عيب لما بص منتخب وصل رابع كاس العالم. هنقول ايه، وصل بالصدفه؟ لا، ما وصلش بالصدفه، في شغل، بدليل اللي جميع المنتخبات في الاعمار او الفئات السنيه كلها عامله نجاحات عاليه جدا. منتخبات المغرب في جميع الاعمار السنيه عامله طفره في كره القدم بصراحه يا جماعه. فمش مفاجاه اللي منتخب المغرب يوصل كاس عالم، اول فريق عربي وافريقي يوصل كاس عالم، ودي حاجه كويسه، وبرضو حاجه كويسه لنا كعرب يعني. فتقدر تقول برضو عملت ضغط علينا، لان مصر ام الدنيا، مصر هي اللي بتقود مش بتنقاد، لا ده هي اللي بتقود. فانت النهارده عرفت ان المغرب خلاص وصل كاس عالم، انا عايز احصله. ففي ضغط على اللعيبه، في ضغط على الجهاز الفني، اللي انت ان شاء الله مطالب ان انت تحقق الفوز في المباراه مثلا بتاعت اثيوبيا. فنزلنا الاداء كان مش اللي هو المطلوب، بس احنا عايزين 3 نقط عشان اروح لمباراه سيراليون ان شاء الله وافوز، انا في كاس العالم. مش هتيجي تسالني بعد كده تقول لي الفنيات والجماليات بتاعت الاداء ومش عارف ايه، كل ده مش هيبان الا اما تكون عندي نتيجه كويسه. ايه هي النتيجه كويسه؟ 3 نقط. فالناس يا جماعه معلش عذرا، وبنلتمس العذر للمنتخب، وبنقول نعديها ونمشيها ونقول يلا مش مشكله خليها علينا احنا. لكن يا كابتن حسام، في شغل المنتخب في حاجات بتحصل غريبه شويه كده، في لعيبه كلها دلوقتي مش عارف، انا يعني احساس كده تحس ان في نسبه يعني مش عارف في ايه ما بين اللعيبه وبعضها، كله عايز يعني امبارح شفناها كله عايز يجيب جون، مش عايز يبصل لزميله، كله عايز هو اللي يجيب الجون عشان يقول لك انا اللي عامل الفارق، انا اللعبه يعني يعني انا اللاعب اللي عايز العيون كلها تبقى عليا. انا عايز لما اروح النادي بتاعي يقول لي انا اللي جبت للمنتخب الفوز الماتش بتاع اثيوبيا. لا، هي مش كده والله يا جماعه. الكوره تعاون، اسمها كرة القدم، اسمها كوره جماعيه. فانت النهارده لما تبص على كل اللعيبه، تريزيجيه عايز يجيب الجول،
مصطفى محمد لما نزل عايز يجيب الجون، ابراهيم عادل لما نزل عايز يجيب جون، فيصل عايز يجيب الجون. لا يا كابتن، لا والله العظيم زي ما بقول لك كده، الاداء الجماعي افضل حاجه. وصدقوني ساعات ممكن تقول انت كلاعب، قصدي انت كجمهور، يعني في جمهور كده يبقى قاعد بيتفرج لما يلاقي الاسيست حلو وجميل يقول لك ايه، الله، لا ده اللي عمل الكرة ده نجم كبير. بص عمل له الكرة ايه، يعني بص قال له هات جول، يعني ما تعبش الراجل ده، الراجل مديها له بيقول له هات جول. فتبص تلاقي الناس اللي هم بيحبوا الكوره يقول لك الله بص الاسيست بتاعه معمول ازاي. ساعات ناس تبص على الاسيست اكتر من الجول، والله يقول لك بص الاسيست معمول ازاي، في شغل، في حاجات فنيه عاليه جدا في الاسيست. فاتمنى ان احنا نبص كلاعيبه منتخب، احنا نجوم كبار في الانديه بتاعتنا، نسيبنا بقى من الالوان بالله عليكم يا لعيبه، يا لعيبه منتخب مصر، بناشد لعيبه منتخب مصر، كفايه اللي احنا نقعد نبص لبعضنا اللي انت بتلعب في الزمالك وفي الاهلي ومش عارف ايه وايه وايه. يا جماعه بلاش بقى، ده اسمه منتخب مصر. يعني افضل حاجه في حياتك اللي انت تمثل منتخبك، عايز ايه افضل من كده؟ فصدقني يعني زي ما بقول لك كده، احنا لو ربنا كرمنا وبصينا وحطينا مصلحه منتخبنا الاول، صدقوني مش هنبص بقى ولا اهلي وزمالك، والانتماءات دي نركنها بقى على جنب يا جماعه. فاتمنى ان اللعيبه تبص لمصلحه المنتخب شويه يا جماعه، لان انا حاسس امبارح اللعيبه تحس ان في تعاون ما بينهم وبين بعضها، اللي هم اللي بيلعبوا في نادي واحد، تبص ان كل واحد عايز ايه ينجم زميله عشان هو معاه. لا احنا ننسى بقى الانتماء بقى يا جماعه بالله عليكم، ونفكر في المنتخب. لان امبارح فعلا الاداء يا كابتن حسام مش اللي هو المطلوب. احنا امبارح لما نفوز على اثيوبيا 2-0 بركلتين جزاء ما ينفعش، احنا منتخب كبير، ضيعنا جوان، لكن لو بصينا الاجوان كانت ضايعه ازاي، كان في رعونه قوي من اللعيبه، كان في رعونه، كل واحد نازل عايز يجيب الجون. يعني لما نبص تريزيجيه عايز يجيب الجون بصراحه، صلاح انا يعني برضو ضيع كام كوره. تبص مصطفى محمد نازل انا عايز اجيب جون، ازاي انا تركن ويقع احتياط الفيصل. وبعدين ابراهيم عادل نازل ورا ويقط في قلب الستة ياردة يا جماعه ويضيع برضه. لا في رعونه. يعني امبارح لما تكون نبص كده على الكور كلها والاهداف اللي ضاعت، كان ممكن 4 باقل حاجه 4-5 يعني. دي برضه نتيجه بتخوف الخصم اللي جاي لك، تخوف. يعني سيراليون فايز على جيبوتي 6 واحنا غالبين منتخب مصر بجلالة قدره، صلاح ومرموش ومصطفى محمد وزيزو تريزيجيه وحمدي فتحي وربيعه وشناوي والناس دي كلها، وفوز يعني بالعافيه 2-0 من ضربتين جزاء. لا يا جماعه، لازم نقول فنيات، احنا بعيد قوي 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 في الفنيات. كابتن حسام في شغل كتير، لكن احنا هنمشي مع الراي اللي بيقول اهم حاجه ال3 نقط عشان الخطوه الجايه باذن الله نفوز نوصل كاس عالم. احنا هنقول كده وهنمشيها كده، احنا هنمشيها كده، اللي احنا عايزين نوصل كاس العالم، وبعد كده يحلها بقى الحلال من عنده باذن الله. حته الفنيات والحاجات بقى اللي هي ايه بقى بيحبها الجمهور، الحاجات الشكليه، الحاجات الجماعيه، الكره الجماعيه اللي احنا كنا بنشوفها في السابق لمنتخبنا، نفسنا نشوفها تاني باذن الله. ان شاء الله انا حاسس اللي هنشوفها تاني في المباراه اللي جايه. ويا جماعه نتمنى ان كل واحد ينسى الانتماء ويبص لمنتخب مصر، انسوا الانتماء، وان شاء الله باذن الله نوصل كاس عالم، ونقول لكم مبروك ان شاء الله في المباراه اللي جايه بالصعود لكاس العالم ان شاء الله. وشكرا.